شخصية على الإطلاق، علشان أذكرك بأسبابها. إن أنا نتيجة الهجوم الذي قام به أحمد موسى في برنامجه في صدى البلد لعدة أسابيع أو لعدة حلقات على ثورة 25 يناير، وأنها قام بها مجموعة من المأجورين الذين تدربوا في الخارج. أعتقد هذا كله كلام مش صحيح، كلام فارغ. وكتبت مقالة يعني أنادد بها بهذا الهجوم على ثورة 25 يناير. يمكن أحمد موسى قال هذا الكلام لأنه بيعتقد أن ثورة 25 يناير قفز عليها الإخوان، هذه قضية أخرى. إنما أنها ثورة أبهرت العالم كله دي حقيقة، وكلنا كنا في 25 يناير. فأنا كتبت مقالة يعني أقول فيها أن هذا صوت الثورة المضادة، وأنه أحمد موسى بيعبر عن أولئك الذين أضيروا من 25 يناير. فبعد كده ابتدى يهجم عليا. أنا الحقيقة لم أهتم بهذا، من حقه أو يعني لن أرغمه أن يعجب ب 25 يناير. إنما عندما وصل الأمر عندما قال في أحد الحلقات أن أنا كنت أقابل السفير الأمريكي وأنقل له ما يحدث في البلد. طبعا هنا وصلنا للخط الأحمر. هذا كلام لا أقبله، وأنا تاريخي الحمد لله يعني ما هوش سر يعني.